يسعد هالصباح من برنامج رمضان بالبيت. مجددا منقول رمضان كريم. العشر الأواخر من رمضان. سبق وذكرت بإحدى حلقات رمضان بالبيت إنه رمضان يقسم إلى 3. أول 10 أيام الرحمة، وتاني 10 أيام المغفرة، وثالث 10 أيام العتق من النار. بالتالي العشر الأواخر هن أهم أيام شهر رمضان المبارك، مما لا شك فيه إنه كل أيام رمضان مهمة، ولكن العشر الأواخر بما أنه فيها عتق من النار فهي مهمة جدا. ليش؟ لأنه من لم يستطع أن يقوم بالطاعات خلال العشر الأوائل والعشر الأواسط بالإمكان أنه يقوم فيها بالعشر الأواخر. طيب، هلأ بدنا نحكي عن شيء مهم غالبا بينسوه الناس، لا سيما في وقت السحر أو سحور رمضان، واللي هو طبعا صلاة التسابيح. هلا أهل البيت خاصة اللي بيكونوا متدينين بيكونوا حريصين جدا على أنه يقوموا بصلاة التسابيح وصلاة التهجد، واللي هي بتسبق أوقات الفجر. وطبعا بيتخلل هذه الصلوات قراءة للقرآن الكريم، لا سيما وأنه بهيدا العشر، يعني بالعشر الأواخر، في ليالي القدر، وبالتالي السهر بيكون محتم وطبيعي، وغالبا بيكون السهر إلى وقت السحر. عند السحر بيتسحروا المسلمين وبيصلوا وبيقرأوا قرآن إلى أن يحين آذان الفجر، بيصلوا، وكل إنسان بيروح لشؤونه، ولله في خلقه شؤون. أهل البيت بشكل غريزي خلينا نقول بيصيروا يعني بهذه الأوقات، ما بدي أقول يتململوا، أكيد ما حدا بيتململ من شهر رمضان، ولكن بيصيروا يحسوا إنه صار عندهم نوع من الفتور. وهون أهمية العشر الأواخر. كيف يقابل النشاط بالفتور؟ كيف تقابل الهمة بالبرود؟ بطبيعة الحال أمر يعني شاق إلى حد ما على أهل البيت، لا سيما عند ست البيت يلي كل يوم بدها تقوم تحضر السحور. طيب، يا ترى السحور من أول رمضان لآخر رمضان بيختلف؟ ممكن، وممكن كتير. بأول رمضان بتكون السفرة عم تنحط مليانة، بآخر رمضان بتنقص السفرة لحتى بالآخر يمكن يكتفوا أهل البيت بكباية مي. بس طبعا بهيدي الحالة ما بيكون في إمكانية لأصحاب البيت إنه يقوموا بما ينبغي القيام فيه خلال هذه العشر. لذلك المتدينين غريزيا بيحرصوا على أنه يسهروا لوقت السحر، لا سيما في ليالي القدر. طيب، بهيدي الأيام التفكير شو بيكون بأنه رمضان رح يخلص، وبيقولوا متى ما عشر بشر. هيدا مثل بيروتي، يعني لما بيصير رمضان بالعاشر منه
بيقولوا متى ما عشر بشر، يعني طالما صار باليوم العاشر، يعني صارت الأيام من 11 إلى آخر رمضان صارت تمرق بشكل سريع. سؤالي يعني البديهي إنه سبحان الله، أول رمضان بيقولوا الناس إنه تعبانين من الصيام وإنه الجسم ما تعود على الصيام والقيام، وبالتالي بياخدوا شوية وقت حتى يتأقلموا. بس يصير العشر الأواخر بيقولوا إنه الأجسام تعبت، وبالتالي بيصير صعب إنه يتأقلموا مع العشر الأواخر. بناء عليه أي متى بيكون الجسم بنشاطه؟ طبعا هيدي مش خبرية علمية، هيدي خبرية فيها شيء من اللامبالاة، وفيها شيء من خلينا نقول باللغة المحكية الدارجة قلة الخصية. يا ترى قديش قلة الخصية إلها مكان، لا سيما بالعشر الأواخر من رمضان؟ رمضان بالعشر الأواخر حقيقة يعني بصراحة ما بعرف شو بدي أقول. هيدي السنة رمضان ممكن يكون 29 يوم. أنا كنت عم بحسبهم إذا بدنا نعتبر أنه العيد رح يكون الجمعة، فبالتالي رمضان رح يكون 29 يوم مش 30. طيب الفكرة وين؟ الفكرة إنه صرت عم حس الناس بلشت تململ من شهر رمضان. يا ترى ليش الناس بتتململ خاصة بالعشر الأواخر؟ لأنه ببساطة الأجسام لم تتعود على الطاعات. لو كان الإنسان معتاد على الطاعات منذ ما قبل رمضان، مما لا شك فيه إنه رح يستقبل رمضان بالطاعات، وبالتالي ما رح يتململ، بالعكس رح يشتاق له. شو أعددنا لليالي القدر؟ شو أهم دعاء ممكن يخطر على بال أي حدا فينا إنه يقوله بليالي القدر؟ لا سيما ست البيت يلي بيبقى عندها عيلة. شو أهم دعاء ممكن إنه يخطر على بالها؟ الله يبارك لي بولادي، الله يخلي لي إياهم، الله ييسر لهم أمورهم، الله يخلي لي عائلتي حدي ويخليني حد عائلتي، الله يجعل لي ولادي سند لإلي بآخرتي. هاي دولي الأدعية اللي بتدعيها ست البيت. أما بالنسبة للأفراد، كل واحد بيخطر على باله شيء. يلي عباله وظيفة بيتمنى إنه رب العالمين ييسر له، يلي على باله سفر بيتمنى إنه رب العالمين يبلغه هذا السفر، يلي عنده هم بيتمنى إنه رب العالمين يفرج همه ويكشف غمه، اللي ناطر شيء بيتمنى إنه رب العالمين يناوله إياه، لأنه بيكون ناطره على أحر من الجمر.
يا ترى انتوا اللي عم تسمعوني شو بيخطر عبالكن لا سيما عند السحر؟ سبق وذكرت أنا بإحدى حلقات رمضان إنه بالثلث الأخير من الليل يتنزل الله سبحانه وتعالى ويسأل: هل من داع؟ هل من داع لله سبحانه وتعالى لا سيما في هذه الأوقات؟ خلال هيدا الشهر كان معي أطفال، وما في أجمل وأحلى وأرقى وأنقى من براءة الأطفال. بحلقة امبارح كتبت العنوان على الفيسبوك: ليت الكبار يتعلمون من أفعال الصغار. بالفعل يا ريت نحن الكبار منتعلم من براءة أطفالنا. عم بسأل طفل: أنت بتصوم برمضان؟ قال لي إيه، وهو ما بيصوم لأنه طفل لم يبلغ عمر الصيام بعد. ليش؟ قال لي إيه. يا ترى هو عم بيكذب؟ أكيد لا، هو ما عم بيكذب. تعرفوا ليش؟ لأنه اللي جاوب هو اللاوعي تبعه، هو الفطرة تبعيته، لأنه مفطور على عبادة الله سبحانه وتعالى. ولكن لما يكبر هيدا الطفل رح يضل مفطور على عبادة الله سبحانه وتعالى، ولا الأيام رح تغيره ورح نسأله: بتصوم؟ يا ترى شو رح يقول لما بيصير عمره 20 و25 سنة؟ رح يقول إيه ولا رح يقول لا؟ هيدا الشيء يلي كلنا نحن عم نحسه. كم واحد صام رمضان هالسنة؟ في ناس ما صاموا لأنه اعتبروا أنه الوضع الاقتصادي حجة، وأنه طب أنا إذا صمت شو بدي أكل على الإفطار؟ وكأنه رمضان إجا للأكل، كأنه رمضان إجا بس لحتى نحط سفرة مليانة على السحور وسفرة مليانة أكتر على الإفطار. وكأنه رمضان إجا لحتى نتذوق أطيب وأشهى الحلويات، وأطيب وأشهى العصائر، وأطيب وأشهى الأطعمة. لا، رمضان مش هيك، لأنه الأكل موجود خلال رمضان وخلال الأيام اللي هي ما إلها علاقة برمضان. ولكن رمضان روحانيته مش بالسفرة المليانة، لا، روحانيته بالصيام بحد ذاته. الصيام اللي هو لله سبحانه وتعالى. رب العالمين بحديث قدسي قال: الصيام لي وأنا أجزي به. شو في أجمل من إنه يكون هيدا النوع من العبادات خالص لله سبحانه وتعالى ولله فقط. بالنسبة للسحور، السحور إنذار بالصيام. يا ترى قديش نحن عم ننذر أجسامنا وأنفسنا بالصيام؟ ومن هون بنطلق لحتى أرجع أحكي اللي حكيته مسبقا عن أهمية السحور بالنسبة للأجسام. بدي أخبركن شغلة: بتعرفوا إنه لما تتسحروا بتكون المعدة قادرة تستقبل على الإفطار الأطعمة بأريحية أكتر بكتير منا لما بتكونوا مش عم تتسحروا؟ شهر رمضان المبارك رح يخلص. ايه رح يخلص؟ أنا وإنتو وكل حدا عم يسمعنا شو أعددنا لله سبحانه وتعالى؟ ليش عم بحكي هيدا الحكي على وقت السحور؟ لأنه البركة الحقيقية فعلا بشهر رمضان المبارك بتكون
على وقت السحر، والفرحة الحقيقية على وقت السحر. جاي العيد ورح نفطر، لاحقين تتروقوا وتتغدوا وتتعشوا. معلش، خلال هالكم يوم في مجال تكونوا عم تتسحروا لحتى تقدروا تفطروا. يا ست البيت يلي عم تتعبي وين ما كنت تكوني، يعطيكي ألف 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 عافية، وتسلم إيدك على كل شي بتحضريه، ولكن ما تتململي وما تنقي، لأنه رمضان ما إجا لحتى يزعجك، إجا لحتى يبارك لك. ما بتحبي البركة خلال شهر رمضان؟ يسعد لي أوقاتكن، بدي أقلكن رمضان كريم وسحور مبارك.